ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وحصه جديده في اللغه العربيه مع بعض، مكملين سلسله فيديوهات تأهيل طفلك للقراءه والكتابه بدون اي مشاكل وبدون اي تعقيد، بشكل بسيط وسهل. تمام. ماشيين طبعا سلسله فيديوهات شكل الحرف في اول الكلمه وفي وسط الكلمه وفي اخر الكلمه، ودي اهم خطوه في التأسيس، هتريحك بعد كده جدا وهتفرق معاكي جدا وهتعرفي كلامي ده بعدين. يبقى احنا اول مرحلة عندنا ان احنا بنخلص الحروف. تاني مرحلة ان احنا بندي الحرف في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة، واستغليت الفرصة دي ودخلت حروف اللثوية في الفيديوهات دي، وكمان دخلت الحروف الكهرباء اللي هي بتكهرب صحابها وما بتحبش تمسك في ايديهم. تمام. وكل فيديو بنراجع على الحروف اللثوية وحروف الكهرباء اللي هي مش بتمسك صحابها في ايديها وبتزقهم كهرباء، يعني بتكهربهم فبيبعدوا عنها، فما بتمدش ايديها غير من ورا. تمام. الكلام اللي انا بقوله ده هيفرق جدا اثناء الاملاء لطفلك بعد كده واثناء القراءة، وتحديدا هيبقى اثناء الاملاء. تمام. لو اتبعتي الخطوات اللي انا بقول عليها دي باذن الله ابنك او بنوتك هيقراوا في سن صغير جدا، هتتجنبي الاخطاء اللي بتحصل الاملائيه والكلام ده كله، وعدم التاسيس الصح. بس امشي معايا بالخطوات دي. خلاص انا كلها ان شاء الله حصه كمان وهنزل وكده ابقى انا خلصت الحروف وخلصت حروف اللثويه والحروف الكهرباء، ودي تاني مرحله من تاسيس الطفل لتاهيله للقراءه والكتابه. وهبتدي اخش على الحركات القصيره اللي هي الفتح والكسر والضم. تمام. يلا بينا نكمل الحروف. اخر حاجه خدناها الفاء والقاف، هناخد النهارده الكاف، حرف الكاف وحرف اللام وحرف الميم. تمام. اول حاجه حرف الكاف من الحروف الطيبه جدا. طب ازاي من الحروف الطيبة؟ يعني بيحب صحابه جدا، بيمد ايده ياخد صحابه، مش بيكهرب، مش وحش خالص ولا شرير ولا اناني ولا الكلام ده كله. بيحب صحابه، بيمد ايده ياخد صحابه من هنا ومن هنا، وفي اخر الكلام برضو بيمد ايده عايزهم معاه، وفي اول الكلام برضو عاوزهم معاه، وفي نص الكلام برضو عاوزهم معاه. طيب تمام. بس هو عنده مشكلة بسيطة صغنونة قد كده اهو. ايه هي المشكلة؟ المشكلة ان هو شكله بيتغير ازاي يا قالك انا في اول الكلام مش هيبقى شكلي كده خالص، هتحسوا ان انا حرف تاني. هتعلمي طفلك ان هو يعملها كده، شرطة كده وعصاية كده وشرطة كده. ده شكله في اول الكلام. تمام. وبرضو شكلي في نص الكلام ببقى كده، نفس ما انا علمته كده اللي هو في اول الكلام، ويمد ايده ايه من هنا، ولازم طبعا يكبرها علشان ما تبقاش عامله زي العين. تمام. كده هو واخد صحابه من هنا واخد صحابه من هنا، وهنا هو في اول الكلام مدد ايده. ليه؟ دي ايده الاساسيه اصلا، بس عشان بيحب صحابه وايه فمدد ايده ياخدهم في اول الكلام. طيب في اخر الكلام قالك لا، انا في اخر الكلام زي ما احنا متفقين ان انا ايه ببقى نفس ما انت واخدني اهو، نفس ما انت واخدني، بس هيمد ايده منين؟ هيمد ايده من هنا ياخد صحابه. طب انت عندك مشكلة؟ لا انا ما عنديش مشكلة خالص، انا بحب صحابي، بس انا مشكلتي ان انا لما بروح اي كلمة في اول الكلام او في نص الكلام باجي فيها بغير شكلي، بتنكر، بيلبس وش. ايه الوش بتاعه؟ هو ده الوش بتاعه. دي الكف في اول الكلام ودي الكف في نص الكلام، لكن في اخر الكلام باجي زي ما انا بوشي اللي انتوا عارفينه زي ما انت خدتني. زي كلمة ايه في اول الكلام؟ زي كلمة كلب. تمام. هتبتدي تعملي له الكلمه وتقولوا له طلع لي حرف الكاف ويعرفك هو جاي فين. تمام. اهي كلمه كلب. تمام. في نص الكلام زي كلمه مكتب، هتبتدي تقولي له فين حرف الكاف، هيقولك اهو. تمام. هيقولك هتقولي له جاي فين، هيقولك في وسط الكلمه. على فكره السؤال ده مهم جدا ان هو يقولك هو جاي فين، لان في سؤال عندهم في البوكلتس نازل بيقول له حرف الكاف جاي في، يعني مثلا وليكن هنا حرف الكاف جاي في اول الكلمه ولا في وسط الكلمه ولا في اخر الكلمه، فلازم ان هو ايه يبقى عارف الاجابه ويقولك جاي فين. اهو مدد ايده من هنا، اهو مدد ايده من هنا. كلمه سمك، الكاف جايه فين؟ اهي. يعمل لك الاول دايره عليها. تمام. هي بس، ويعرفك هي جايه فين. في اخر الكلام جايه بنفس شكلها اللي احنا واخدينه، ومد ايديها من هنا واخده مين؟ واخده اصحابها، لان الكاف من الحروف الايه الطيبه. حرف اللام من الحروف الطيبه جدا، بس قالك بقى ايه؟ ها،
قالك انا برضو بغير شكلي شوية. ازاي؟ قالك في اول الكلام هتعمل برضو العصاية بتاعي بس مش هتعمل لي طبق، هتمدي ايدي بقى اخد صحابي. تمام. طيب في نص الكلام قالك نفس الفكرة اهي، وبتمدي ايد من هنا وبتمدي ايد من هنا. خلي بالك هيفكر ان دي عصاية الالف. عصاية الالف ما بتجيش في نص الكلام خالص، لان الالف بتكهرب من هنا، فاستحالة تمدي ايديها من هنا. تمام. تمام. دي ملحوظة راجعها له وانت بتديله حرف اللام. حرف اللام بقى في اخر الكلام زي ما احنا اتفقنا ان اللام في اخر الكلام، واي حرف في اخر الكلام بيجي نفس ما احنا واخدينه، بس هيمد ايده منين؟ من هنا. ياخد مين؟ ياخد صحابه. وليكن زي كلمة لحم، اللام جايه فين؟ هيعمل لك دايره على اللام ويقول لك جايه في اول الكلام. تمام. تمام. في اخر الكلام عشان نختصر الفيديو، وليكن كلمه كلمه ايه؟ مثلا فل اهي، اللام جايه فين؟ جايه في اخر الكلام، ومد ايديها من هنا عشان يعمل الحروف الطيبه اللي بتحب صحابها، بتمد ايديها ايه؟ تاخدهم معاه. حرف الميم ده شكله الاساسي نفس ما انا عاملاه كده. تمام. طيب قالك حرف الميم ده في اول الكلام بيجي عامل كده، مادد ايده كده ياخد صحابه، برضو من الحروف الايه؟ الطيبه. طب في نص الكلام قالك نفس الفكره، بيجي عامل كده وبيجي عامل كده. حاولي تعملها له كده بحيث ان هو ما تبقاش عامله زي الفاء بعد كده يشدها من هنا، لا بتنزل من هنا كده وتنزل من هنا كده. في اخر الكلام بيبقى عنده عصايه جده ومنزل ايده تحت كده، عامل عصايه مين؟ جده. تمام. تمام. يبقى ده كده شكل حرف الميم من الحروف الطيبه اللي بتحب صحابها. ده شكله في اول الكلام مدد ايده ياخد صحابه، وده في نص الكلام، وده في اخر الكلام. مدد ايده منين؟ بيمد ايده برضو من هنا. تمام. تمام. طيب زي كلمه ايه؟ زي كلمه وليكن مش تمام. جاي فين؟ جاي اهو في اول الكلام. مدد ايده منين؟ مدد ايده من هنا اهو، زي ما احنا واخدين شكله في اول الكلام. هيعمل لك دايره عليه ويقول لك جاي فين. وفي نص الكلام نفس الفكره اهو اهو، زي ما احنا قلنا ان هو بيجي بالشكل ده. طب في اخر الكلام قالك في اخر الكلام ده شكل اهو زي كلمه لحم. تمام. الميم اهي، ومد ايديها منين؟ مد ايديها من هنا. تمام. تمام. واحنا كده خدنا حرف الميم والكاف واللام، اشكالهم في اول الكلام وفي نص الكلام وفي اخر الكلام. تمام. نسيت حاجة هنا في كلمة في حرف اللام، ان احنا نجيبه في نص الكلام لانه مهم جدا، زي كلمة مثلا ملجأ. تمام. فين الميم اهو؟ اولا جاي في اول الكلام، ده برضو مراجعة على الميم. طيب اللام فين؟ اللام اهو. طيب ممكن هيتلخبط شويه ويقولك ان هو الف، خلي بالك هتاكدي عليه وتقولي له هو الالف بيمد ايده من هنا، مش الالف بيكهرب. لو هو الف ما كانش مد ايده من هنا، كان مد ايده من هنا بس، لكن من ورا لا، كانت الجيم هتبعد هتبعد عنه. تمام. تمام. احنا كده خلصنا الكاف واللام والميم. ان شاء الله هنزل فيديو باخر الحروف باشكالها. تمام. انتظروني وما تنسونيش بلايك وكومنت واشتراك، ومستنيه اسئلتكم في الكومنتات. وانا رديت على احد الماميز في سؤال معين كانت بتساله لابنها. يا رب تكوني شفت الفيديو، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وانتظروا المزيد من الفيديوهات. مع السلامه.